دائما تسمع بأن السعودية سجنت العلماء، وبما أنك مشحون إعلاميا ضد السعودية وتكره آل سعود فسوف تعظم أي شخص يقومون بسجنه. فلو قالوا بأن السعودية سجنت العلامة بيكاتشو فسوف تقول حسبنا الله ونعم الوكيل في آل سعود. مهما كان هذا الشخص تافها فسوف تجدهم يعظمونه. مثلا سليمان العلوان مستواه الدراسي أنه درس 15 يوما في الثانوية وهرب، وهو على منهج سيد قطب، وفي نفس الوقت يدعي أنه تلميذ العلامة عبد الله الدويش رحمه الله الذي كان أول من رد على سيد قطب. من العجائب أيضا أنك تجد أتباعه يقولون شيخنا العلوان وشيخنا الفوزان. كيف جمعوا بينهم لا أدري. العلوان له كتاب اسمه دعنا نموت ونلقى الشهادة، وطبعا هو لا مات ولا جاهد ولا شيء، كان جالس في القصيم عادي. فماذا قال الشيخ الفوزان عن هذا الكتاب؟ دعنا نموت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. خليهم دعونا نموت، خلهم يموت، الموت أحسن من بقائه. هذا موته أفضل من حياته. شيخ نقص في شيخكم، الله غالب. المهم تخيل أنك هذا الشخص فتدعو الناس للجهاد لكي يصبحوا من أهل الحق بزعمك، فتخرج فصائل أمثال القاعدة وداعش وهيا بنا للجهاد، طبعا الجهاد اللي هو عندنا فقط. وأيضا يظهر لهم مناصرون متحمسون أتباع كل نائب. فصائل ترفع جميعا شعار إقامة دين الله في الأرض والخضوع لحكمه. هؤلاء جميعا إخواننا. المهم فجأة القاعدة تكفر داعش، وداعش يخرج منها حازميون وبن عليون يكفرون بعضهم، ويجد العلوان نفسه كافرا عندهم. فإذا لم يكفر القاعدة كفرته داعش، والعكس صحيح. وإذا لم يكفر داعش فيجب عليه أن يكون مع الحازمية أو البن علية، وهكذا يجد نفسه كافر. كما قال المتنبي مكائد السفهاء واقعة بهم. ودعنا نأخذ طريفي أيضا كمثال. فنحن اتفقنا على أن أي شخص تسجنه السعودية فهو العلامة البارز الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية زمانه. وعلى سيرة الحافظ، هل طريفي فعلا حافظ أم أن أتباعه لا يراجعون خلفه؟ الممرات. أين روى البخاري؟ ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للنساء وسط الطريق. وهذا إذا كان في الممرات وإسناده كالشمس. جاء في حديث أنس في وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء كالنجوم في السماء يهتدى بها. قد جاء من حديث مجالد عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. جاء من حديث الشعبي عن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا التبع. لا أدركني زمان يتغاير فيه الناس على العلم كما يتغاير الأزواج على النساء. هذا مثال فقط، فيمكنني أن أعمل فيديو خاص لاختراع الطريفي لأسانيد من وحي خيالي وضعفه في العزو فضلا عن الفتوى والتصدر للناس. فهو أول من كفر الحيتان وجعلها تسبح لله. ويكفي في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن حتى الحيتان في البحر تسبح لهم عند الله سبحانه وتعالى وتستغفر لهم كذلك. وهو من يصوم 6 شوال في ذي القعدة. من صام بعد شوال 6 من الأيام، مثلا صامها في ذي القعدة أو صامها في ذي الحجة، هل أدرك الفضل أم لا؟ نعم أدرك الفضل وفاته سنة التعجيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوال وهو يقول ذي القعدة، يستدرك على النبي عادي جدا. نحن عشنا زمن وفترة حكم الإخوان، حكموا في مصر وفي تونس على سبيل المثال، فهل العقيدة واحدة سواء حكم الإخوان أم غيرهم يا طريفي؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ ينبغي للإخوان في تونس في مثل هذا أن يكونوا يدا واحدة متكاتفة في مثل هذه الفتنة الظالمة التي خرجت عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذه أنظمة كثيرة جدا ليست في سوريا فقط. فهم في فتنة ينبغي أن يكونوا يدا واحدة. كذلك أيضا إشغال مسامع الناس بحق الراعي، هذا التوازن فيها مطلوب ببيان العدل من كلام الله عز وجل. كثير من الدول التي تنتسب للأسف الشديد إلى أنها دول إسلامية هي دول أبعد ما تكون عن دين الإسلام. وإن قتل من الناس حتى تغلب وتمكن فلا يجوز الخروج عليه. وبالنسبة لما حدث في مصر حرب لدين الله سبحانه وتعالى، وليست القضية هي قضية مجرد سياسية بحتة لغالب ومغلوب يريد أن يتغلب لإقامة حق يريده. ومنها الغلبة أن يغلب بسيفه على بلد. عند الطريفي وأمثاله ما دمت ضد الإخوان فأنت تحارب الإسلام وعدو لله ورسوله، ويجعلك أكبر مجرم في تاريخ البشرية. يعني يشيطنونك كما كانت الكنيسة تشيطن خصومها في القرون الوسطى. لذلك سأعطيك الآن مثالا وجهز الفشار واستمتع بفيلم الطريفي الجديد.
وبالنسبة لما حدث في مصر وتكلمنا عنه كثيرا في مواضع متعددة. بالنسبة لما حدث في مصر لا شك أنه ثمة ظالم ومظلوم، وأما بالنسبة للظالم وهو ذلك العدوان الذي حصل لهذا الشعب من قتل وكذلك أيضا أذية واغتصاب لكثير من محارمه. يغتصبن في كل مكان، بالشوارع، بالكنائس، بالميادين. وما حدث من تبعة ذلك من إغلاق المساجد بالآلاف، وكذلك أيضا من سجن الآلاف وقتل أيضا الآلاف وسحلهم وحرقهم ورمي أيضا جثث كثير منهم ربما أيضا في البحر كما تكلم على هذا كثير. هذا مما يشير إلى أن القضية قضية إفساد في الأرض. ومن نظر أيضا إلى ذلك بإغلاق القنوات الإسلامية وهي بضع قنوات إسلامية، فاستعمال الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية وغير ذلك، هذا يدل على أن المسألة هي مسألة حرب لدين الله سبحانه وتعالى، وليست القضية هي قضية مجرد سياسية بحتة لغالب ومغلوب يريد أن يتغلب لإقامة حق يريده. ريفي هواه إخواني وهو يثني عليه، وأيضا يكفر الحكام بالجملة إلا لو كان الحاكم إخواني، فلو الحاكم إخواني فوقتها علينا أن نعطي للرأي حقه كما قال، رغم أن كلاهما يحكم بالدستور وبالقوانين الوضعية. فإذا لم تكن هذه هي عقيدة الخوارج يا طريفي فمن هم الخوارج؟ ماذا تركت لداعش يا طريفي؟ والله ناقص تقول أن الدواعش ليسوا خوارج، هذا اللي ناقص. طيب هل يا شيخ هم خوارج؟ يجب قتالهم؟ صعب إطلاق عليهم بدون قتال، يدفع الصائل، لكن تقصدهم بقتال مفاسدة عريضة. طريفي يرى أن ما حدث في سوريا من دمار وخراب خير عظيم وثورة مباركة، ولا أدري هل يرضى هذا الخير لأهله أم أنه لا يرضى الخير لأهله. طريفي والعلوان ومن على شاكلتهم ومن يتعاطف معهم كلهم خوارج وكلهم إرهابيون، ولا تغتر بكثرة أتباعهم. فأنا عندما كنت صغيرا كنت أعتقد بأن الإرهابيين هم فئة قليلة تعيش بيننا، لكنني اكتشفت بأننا فئة قليلة تعيش بينها.